الشارع بالنهار، اتفرجنا على شكل الناس اللي بتشتري الفوانيس لولادها وحبايبها وعيلتها، وزي ما انتم شايفين شكل الشارع بقى وكمية النور اللي بتحوطك من كل جانب في شارع السد، شيء مش ممكن تلاقيه في اي مكان تاني. زي ما انتم شايفين الجمال كله موجود في شارع السد، والعراقة والتاريخ كله موجود في حي السيدة. ويعني بما اننا في شارع السد واللي قلنا فيه عدد كبير من شوادر بيع منتجات رمضان، فعايز اقول لكم وعايز احكي لكم عن واحد من المشروبات التاريخية اللي موجودة على مائدة الفطار في رمضان، وهو قمر الدين. قمر الدين بقى يعتبر من اهم المشروبات على الفطار، هو من المشروبات المشهورة جدا في كل البلاد العربية. قمر الدين ده عبارة عن شرايح من المشمش بتتجفف وبيتعمل منها عصير، وبيتقدم للصايمين بعد ما يتنقع في مية ويتحط عليه سكر. سوريا من أهم الدول المشهورة بقمر الدين، وده بيرجع ل 1400 سنة لما كان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بيؤمر بتوزيع مشروب المشمش فور ثبوت رؤية الهلال، وعشان كده سموه قمر الدين. يعني أول ما الهلال يثبت رؤيته إن بكرة رمضان، كان بيبتدي يوزع مشروب قمر الدين على الشعب بصفة عامة، وعشان كده زي ما بنقول سموه قمر الدين. في مقولة تانية بتقول انه اتسمى كده لانه اشهر واحد عمله كان اسمه قمر الدين، وكان برضه راجل سوري، وكان بيتقال انه كان وسيم جدا، وعشان كده اتسمى باسم قمر الدين. في كمان بيقول ان موسم المشمش في سنة من السنين تزامن مع بداية شهر رمضان، فعشان كده اتسمى المشروب اللي بيتعمل من المشمش اتسمى قمر الدين. ما زلنا موجودين في شارع يوسف السباعي او شارع السد. كان في بعض الامطار الخفيفه كده هي اللي خلت فيه مجموعه كده او تجمعات للميه اللي موجوده قدامكم. عايز زي ما اقول لكم هو رمضان السنه دي كده ما بين الصيف احنا داخلين دلوقتي بقى في نهايه شارع السد او شارع يوسف السباعي، داخلين مباشره كده على ميدان السيده زينب. لو كملنا على طول هيكون شارع الكومي، وزي ما قلت لكم ممكن ندخل شمال من شارع المبتديان، وهيكون قدامنا شارعين في منهم شارع خيرت وشارع النصرية. لو دخلنا على شارع النصرية هيكون استكماله شارع محمد فريد واللي يوصلنا لوسط البلد. ولو دخلنا شمال من شارع المبتديان هنفضل ماشيين على طول لغاية ما يقطعنا شارع القصر العيني. ولو عدينا شارع القصر العيني هندخل على منطقة جاردن سيتي الراقية الجميلة جدا في مصر. احنا بالفعل كده لفينا ودخلنا على ميدان السيدة زينب، وهيكون على يميننا مباشرة مسجد السيدة زينب. لكن انا حبيت ان احنا نلف دايرة كده حوالين الميدان عشان نشوف المسجد بشكل قريب شوية وبشكل موسع. وقدامنا دلوقتي عرفة الكنفاني، هنروح له ان شاء الله خلال رحلتنا النهارده وهنتفرج عليه من قريب. الشارع اللي في وشكم مباشرة ده هو شارع بورسعيد، طبعا استكماله بيكمل بقى شارع بورسعيد لغاية يمكن الزاوية الحمراء والأميرية والمناطق دي. زي ما شفتوا كده ادينا لفينا حوالين ميدان السيدة زينب، وبقى في وشينا مباشرة مسجد السيدة زينب التاريخي برضو والعريق، اللي بيجيله عدد كبير جدا من الناس سواء كان من اهل السيدة زينب، وكمان عدد كبير جدا من الناس اللي بيجولوا من محافظات مصر كلها. ويعتبر من المزارات المهمة زي مسجد الحسين والجامع الازهر طبعا في القاهرة. وبنتمشى كده ونشوف الزينة والأنوار اللي مالية مسجد السيدة زينب. قدامنا مسجد السيدة زينب، وهو الحي كله متسمي على اسم السيدة زينب بنت سيدنا علي والسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت الحسن والحسين. بنشوف كده بعض الناس اللي بيصلوا لسه العشاء بره مسجد السيدة زينب، وده كده من المسجد، ولسه بنتفرج على المسجد من بره واحنا موجودين في ميدان السيدة زينب، المنطقة اللي بتكون كاملة العدد في عدد كبير من شهور السنة. وفي رمضان بتزيد الفرحة وبيزيد الجمال، وملامح البهجة بتكسي الحي كله بشكل كبير جدا. وبما اننا موجودين في الميدان، ففي شهر رمضان بتحلى الكنافة والقطايف، وعنوان الكنافة وعرفة الكنفاني اللي موجود قدامنا دلوقتي، واللي رحلته مع الكنافة والحلويات بترجع لسنة 1870. رحنا بقى على شارع أدري، وعلى ناصية شارع أدري كده بنشوف صوبيا توتو المشهور جدا، هو من المشروبات المميزة في شهر رمضان.
وفي حي السيدة زينب مش بتلاقي محل صوبيا واحد، ولكن في اتنين، والاتنين حلوين ومشهورين. صوبيا توتو اللي موجود قدامكم دلوقتي، واللي موجود في تقاطع شارع أدري مع شارع بورسعيد، وكمان موجود فيها صوبيا الرحماني اللي هنروح ليه كمان شوية صغيرين ونستمتع كده برؤية صوبيا الرحماني اللي قدامكم دلوقتي، واللي موجود برضو على ناصية شارع المبتديان مع شارع الكومي. ويمكن هو اكتر شهرة وموجود زي ما بقول لكم على التقاطع ده. والصوبيا بتتعمل من الخبز البني والشعير والتوابل والسكر، وممكن تبقى بيضة او مصبوغة باللون الاحمر. ومن الصوبيا للرز بلبن والقنبلة المشهورة بتاعة الكرنك. واحنا دلوقتي في شارع محمد فريد، وزي ما انتم شايفين المحل عامل فانوس كبير من الانوار ضخم جدا ومنور ومزين المنطقة كلها. احنا هنا يعتبر دخلنا نسبيا في حي عابدين، وبنشوف محل الكرنك المشهور، او هنشوفه دلوقتي حالا، محل الكرنك المشهور بالقنبله، هي عباره عن رز بلبن وبسبوسه وكنافه وقشطه وحاجات تانية كتير. عامل مجموعه كبيره من فانوس ضخم جدا وطويل جدا، وادي على ناصيه كده الحاره اللي موجود فيها محل الكرنك. وزي ما بقول لكم هو بيسمي نفسه اصل القنبله، زي ما بقول لكم بسبوسه وكنافه وقشطه وحاجات تانية كتير ورز بلبن. طبعا في رمضان الناس بتحب ان هي تاكل حلويات بشكل كبير، والحلو في الكرنك ليه شكل وطعم مختلف ومميز. ومن الكرنك رحنا لشارع من شوارع السيدة المشهورة، وموجود فيه مطعمين من المطاعم المشهورة جدا، وما فرع تاني من فروع حبايب السيدة. وكمان في مطعم الجحش العريق اللي موجود في الحي هنا. شارع هو شارع مراسينا او شارع عبد المجيد اللبان، ولسه الناس بيحبوا ان هم يطلقوا عليه شارع مراسينا. الانوار الكبيره اللي موجوده قدامكم هي انوار مطعم الجحش. وعند الجحش بقى بيحلى السحور، فول وطعميه وبطاطس وبيض وزبادي. مطعم فعلا مميز. دي بقى الفرشات اللي موجوده والكراسي اللي ماليه الشارع، والزينه والانوار اللي ماليه شارع مراسينا او شارع عبد المجيد اللباني اللي موجود في حي السيده. المنطقه دي اول ما بيقرب السحور بتلاقي المنطقه دي اتملت بعدد كبير من الناس اللي بيجوا من مناطق مختلفه بعيدة عن حي السيدة عشان يتسحروا عند الجحش. وليه الجحش ده ليه تاريخ عريق وطويل. الشارع ده لو كملناه على طول هقطعنا بقى شارع، او هنكمله بشارع الخضيري وشارع الصليبة وشارع شيخون لغاية ما نوصل لميدان القلعة. كمان النور اللي قدامنا دلوقتي ده هو محل حبايب السيدة، وهو فرع تاني غير الفرع اللي كان موجود في شارع السد في بداية الحلقة. هو مصمت لبيع لحمة الراس والكوارع والفشة والكرشة والطحال والمنبار وغيرها كتير. وهو من اشهر محلات فواكه اللحوم زي بحة وبجة كده في السيدة وعابدين. ومن شارع عبد المجيد اللبان او شارع مراسينا رحنا على شارع أدري، وهندخل كده بعض الشوارع الفرعية اللي موجودة في حي السيدة زينب عشان تتفرج على الجمال والزينة والفوانيس، وازاي المصريين بيستمتعوا بليله من ليالي شهر رمضان الجميله، وازاي بيشتروا حاجاتهم وبيشتروا من المحلات المنتشره في الشوارع الجانبيه. اتفرجوا كده على شكل الزينه، اتفرجوا كده على شكل الناس الطيبين وهم ماشيين وبيستمتعوا زي ما بقول لكم كده بليله من ليالي شهر رمضان. الشارع اللي احنا موجودين فيه ده اسمه شارع الحوض المرصود، وهو على نصيته كده مستشفى الحوض المرصود للجلديه المشهوره جدا. والناس زي ما بقول لكم بتستمتع بليله من ليالي شهر رمضان. موجود فيه ادي سوق من الاسواق الشعبيه، سوق اسواق الخضار. وهتحس في المناطق دي بشهر رمضان بحق وحقيقي اجواء خياليه وممتعه ومختلفه عن اي مكان. زي ما حضراتكم شايفين الزينه ماليه كل مكان، والفوانيس والانوار والمحلات زي ما كنا لسه بنحكي ماليه الاماكن الشعبيه كلها. رجعنا كده لشارع أدري قدام الحديقه الثقافيه للاطفال، واللي في رمضان بيكون فيها انشطه مختلفه لكل الاعمار، اطفال وكبار ولاد وبنات. الحديقه دي موجوده قدام مستشفى الحوض المرصود للجلديه، وقدام شارع الحوض المرصود اللي لسه كنا فيه من شويه صغيرين. دخلنا كده على الحديقه وهنستعرض عدد كبير من الانشطه المختلفه واللي بتقدمها طوال شهر رمضان. زي ما انتم شايفين تصميم الحديقه رائع جدا، والحديقه دي حصلت على جائزه الاغا خان للعماره الاسلاميه سنه 1992. الحديقة هنا كان موقعها حديقة بترجع لأيام المماليك، وكان اسم الحديقة برضو الحوض المرصود. ماشيين كده وبنتمشى جوه الحديقة وبنستمتع برؤية أهالي مصر وسكان حي السيدة وسكان من عدد كبير من المناطق المحيطة بالسيدة بيستمتعوا بليلة من ليالي رمضان. الأطفال بتلعب
وبترسم، وفي مجموعة كبيرة كده من الأنشطة الخاصة بالفنون التشكيلية زي ما انتم شايفين كده، بيتجمعوا كده وبيتعرفوا على بعض. في فرقة كذا لون اللي موجودة العرايس وموجود فيه الأراجوز، وموجود فيه الساحر في الجزء أو في الحديقة الثقافية. في عدد من العروض الفنية، الناس عمليات الإنشاد اللي موجودة في الجزء ده من حي السيدة زينب جوه الحديقة الثقافية. روح واستمتع وابسط ولادك وابسط أهلك وعيلتك وحبايبك في جزء كبير أو في ليلة من ليالي رمضان، بعد بقى ما تصلي التراويح وتقرأ القرآن وتدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يعني يبلغنا ليلة القدر يا رب بإذن الله إن شاء الله. في برضو كده معرض للكتب من الحاجات المشهورة جدا، لأن الحديقة اسمها الحديقة الثقافية. زي ما بقول لكم هنا هتلاقي ورش فنون تشكيلية وورش للحكي وعروض مسرحية وكورال للأطفال وفقرات للأراجوز والسيرك والساحر وأنشطة لذوي الهمم وإنشاد وشعر ومعرض كتب زي ما احنا شفنا. حاجات لا حصر ليها، هتستمتع بيها جدا جوه الحديقة الثقافية في قلب حي السيدة زينب. خدوا ولادكم وتعالوا هنا عشان ترجعوا لهم جزء من طفولتهم المفقودة، وجزء من التفاعل الاجتماعي اللي فقدوه من كتر ما بقى الموبايل والتابلت والكمبيوتر هو المتحكم. يعني زي ما انتم شايفين كده وبتتفرجوا على الأطفال اللي موجودين في المنطقة هنا، وبيتفرجوا على عرض من عروض الأراجوز الجميل جدا واللي موجود في الحديقة هنا. يعني هترجع لهم النمط اللي اختفى في الحياة من لعب الكورة والجري والمسامرة، واللي اختفت تقريبا وسط تكنولوجيا موحشة يعني عملت توحد للكبير قبل الصغير. اتفرجوا على بعض العروض الفنية الجميلة جدا واللي بتدي قيمة مهمة جدا في شهر الصيام وفي شهر رمضان، وهيقضوا ليله جميله جدا من ليالي شهر رمضان. كمان في بعض زي ما بقول لكم كده العروض الفنيه. يمكن انا سالت على العرض ده، هو عرض اسمه اليرعى اليمنيه، والعرض ده بيتعمل عند الجواز في اليمن. يمكن الحديقه الثقافيه دي بتتبنى بعض الانشطه الخاصه بالدول العربيه، بنتفرج على الفولكلور الخاص بالدول العربيه بشكل عام، سواء كانت اليمن او سوريا او العراق او عدد كبير من الدول العربيه واللي بيشتركوا مع مصر في عدد كده من الأنماط الثقافية. وبرضه بنتفرج كده على العادات الخاصة بالدول دي، وعلى يعني جزء كبير جدا من المشتركات الثقافية. قدامنا برضه الراجل بتاع الفشار كده اللي بيبيع الفشار للأطفال الصغيرين اللي موجودين قدامكم وبيستمتعوا بليلة من لياليهم. زي ما بقول لكم روحوا مع أولادكم وابسطوهم واتبسطوا معاهم واستعيدوا فرح أطفالكم. لا بجد استعيدوا أطفالكم نفسهم من ألعاب العنف الإلكترونية. احنا قدامنا دلوقتي كده برضو واحد بيقول جزء من الشعر داخل الحديقة الثقافية، ويعني زي ما انتم شايفين كده أنشطة متنوعة بشكل كبير، وهتستمتع سواء كان كبير أو صغير، هتستمتع بوجودك داخل الحديقة الثقافية. سواء كنت بتحب الشعر أو بتحب الإنشاد الديني أو بتحب العروض الفنية أو الفنون التشكيلية، هتستمتع بشكل كبير جدا في الحديقة الثقافية اللي موجودة هنا في حي السيدة زينب. وزي ما بقول لكم هترجعوا لأطفالكم لعبة الاستغماية ولعبة صياد الحمام والحجلة، وحاجات كانت ممتعة جدا وفيها حركة وترابط جميل. كان الأطباء والدكاترة فعلا بيقولوا إن الأطفال لازم يكون ليهم أنشطة اجتماعية عشان ترجع لهم روح الطفولة بدل الإدمان الإلكتروني. احنا بالفعل خارجين كده من الحديقة الثقافية. من الحديقة الثقافية بقى رجعنا على شارع الكومي، واحنا داخلين كده على شارع النصرية. قدامنا كان على شمالنا شارع محمد عز العرب او شارع المبتديان، وقدامنا على الشمال كده شمال شارع النصرية وهو شارع خيرت اللي بيوصلنا لميدان لازغلي. بالفعل دخلنا على شارع النصرية، ويمكن هو من الشوارع الجانبية الشهيرة في السيدة. ممكن تعتبره شارع، ممكن تعتبره حارة، ممكن تعتبره يعني بصراحة هو من الشوارع الممتعة بشكل عام. يبتدي من شارع الكومي وبيفضل مكمل لغاية شارع مجلس الشعب أو مجلس الأمة. الشارع موجود فيه عدد من المساجد الأثرية زي مسجد كعب الأحبار والرماح وجامع الإسماعيلي. كمان بيطل عليه دروب وأزقة وشوارع جانبية مهمة في السيدة زي ضرب الغزالي وضرب أبو الحاف وأواوير وشارع يعقوب.
وجامع الإسماعيلي وغيرهم كتير كتير كتير. شارع هنا بيحكي جمال الحواري الشعبية المصرية. الناس هنا هتحس انهم على سجيتهم تماما، طيبة ودفى مش هتلاقيهم في حتة تانية. شارع فيه محل فواكه اللحوم المشهور اللي هو محل بحة. وبما اننا في حواري، ويمكن كان من أكتر المهن المشهورة في شهر رمضان واللي كانت بتتميز في أزقة ودروب وشوارع وحواري مصر، وهي مهنة المسحراتي. فعايز اقول لكم رغم اختفاء المسحراتي من بلاد كتير الا انه مازال حاضر في عقول واذهان المصريين. والنداء الشهير بتاع اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم لسه بيرن في ودان المصريين كل ما يهل علينا الشهر الكريم. طبعا كلمة مسحراتي جاية من كلمة السحور، وطبعا هي كانت مهنة او وظيفة او حتى مهمة كان بيقوم بيها شخص معين عشان ينبه الناس بموعد السحور. الحكاية ان الراجل المسحراتي ده كان بيمسك طبلة وعصاية وبيفضل ينقر على الطبلة قبل الفجر بوقت كفاية عشان الناس النايمة تصحى تتسحر وتستعد للصيام ولصلاة الفجر. بداية الحكاية بدأت مع بداية الإسلام، وكان سيدنا بلال بن رباح واللي كان أول مؤذن في الإسلام كان بيعتاد إنه بيخرج قبل الفجر ومعاه ابن أم كلثوم، وكانت مهمتهم إن هم يصحوا الناس عشان يتسحروا. كان واحد بينادي فالناس بتبدأ بتناول السحور، والتاني ينادي بالإمساك عن الأكل لقرب أذان الفجر. المؤرخين بيجمعوا ان اول مسحراتي بالشكل اللي حكيناه كان اسمه اسحاق ابن عقبه، وكان والي مصر سنه 228 هجريه في وقت الدوله الفاطميه، وكان بيروح ماشي من مدينه العسكر لمدينه الفسطاط والجامع عمرو بن العاص وينادي على الناس عشان يتسحروا، وكان اول واحد بيصحي الناس على الطبله. ومن حوالي 1000 سنه وفي عصر الدوله الفاطميه برضه وفي عهد الحاكم بامر الله واللي كان بيؤمر الناس ان هم يناموا بدري بعد صلاه التراويح، كان الجنود بيمروا على البيوت وبيدقوا البيبان عشان يصحوا الناس للسحور. وده لغاية ما تم تعيين واحد باسم المسحراتي عشان يعمل المهمة دي ويدق على البيبان بالعصاية عشان الناس تصحى. وطبعا حصل التطور اللي قلنا عليه قبل كده. فضلت المهنة دي تظهر وتختفي لغاية ما جه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس ورجع عمل على إحيائها بقى كتراث إسلامي. وبعدين في عصر الناصر محمد بن قلاوون اتعملت نقابة للمسحراتية واتطورت مهنة المسحراتي، وأصبح المسحراتي كمان بيجدوا بأشعار شعبية وقصص من الملاحم وزجل وحاجات تانية كتير. احنا دلوقتي بقى قدام واحد من اشهر محلات فواكه اللحوم في مصر، وهو مطعم بحة اللي موجود في شارع النصرية، واللي بيعتبر موجود كمان في بداية شارع محمد فريد اللي بيكمل لوسط البلد. رحنا بقى من محل بحة وبتاع فواكه اللحوم بنتفرج كده على محلات الترشي في محيط حي السيدة زينب، وكان في محل موجود في شارع مراسينا، والمحل ده موجود في شارع السد او شارع يوسف السباعي. كان الترشي ده من الحاجات اللي المصريين بيحبوها جدا في رمضان، ولازم تبقى موجودة على سفرة الفطار بكل انواع المخللات من فلفل وجزر وخيار ولفت وحاجات تانية كتير. واحنا بنحكي عن الترشي رجعنا لشارع محمد فريد، ورغم اننا نعتبر دلوقتي في حي عابدين، لكن الحارة اللي احنا دخلناها دلوقتي انا بعتبرها استكمال لحي السيدة وتعبير مهم جدا عن الحي العريق. الحارة اللي احنا فيها هي حارة السقايين، وشكل الحارة بصراحة جميل جدا في رمضان. اتفرجوا كده على شكل الأقمشة اللي بتغطي الحارة بشكل كبير، اتفرجوا على زينة رمضان، اتفرجوا على الفانوس الجميل الأحمر اللي موجود قدامكم ده وسط مجموعة كبيرة من المحلات اللي بتبيع. يمكن في محل من المحلات التوم المشهورة جدا اللي موجودة في حارة السقايين. ولسه بنستكمل رحلتنا داخل حارة السقايين، حارة جميلة جدا. ويمكن كان السقايين بيسكنوا في الحارة دي بشكل كبير في فترة من فترات التاريخ في مصر، وده لقربها من الخليج المصري واللي كان موجود مكان شارع بورسعيد دلوقتي. تعتبر الحارة دي من أشهر حواري مصر، وفيها روح وجو وسحر الحواري الشعبية في مصر الجميلة. بصوا يعني بصراحة جميلة جدا. في بعض القهاوي اللي موجودة في حارة السقايين، الباب اللي مقفول قدام، حاجات تاريخية زي ما انتم شايفين كده. الحوائط دي بتحكي عن تاريخ قديم جدا مر عليه مئات السنين.
وبيحبوا طبعا المصريين جدا زينة رمضان، وبيحبوا الأنوار الخاصة برمضان، والأطفال والشباب بيحبوا جدا إن هم أول ما يهل علينا شهر رمضان وقبل وإحنا في شهر شعبان بيعلقوا الزينة دي بشكل متسع جدا في كل الحواري والدروب والأزقة اللي موجودة في عدد كبير جدا من الأحياء المصرية الجميلة. يعني الأحياء اللي لا يمكن تتعوض، الأحياء اللي عايش فيها أهلنا، عايش فيها أهل مصر الطيبين. وزي ما كنا بنحكي عن مهنة المسحراتي، إن الشيء الطريف بقى إنه مع ظهور التلفزيون والراديو قلت مهنة المسحراتي، لكن فضل المسحراتية موجودين وطوروا من المهنة دي بأنهم بقوا يكتبوا أسماء الناس اللي عايزين يصحوهم وينادوا عليهم واحد واحد. ومن حارة السقايين رجعنا مرة تانية لميدان السيدة زينب، وبنشوف بقى بعض الأجواء الخاصة برمضان وبالزينة والأنوار اللي مالية الشوارع واللي بتبعث البهجة كده في نفوس أهل مصر الطيبين. كمان وإحنا موجودين في شارع بورسعيد كده وبنتجول أو بنشوف شكل الشارع بشكل عام، بنشوف واحد من المحلات الفول والطعمية المشهورة جدا، هو محل الكرابيجي واللي موجود في شارع بورسعيد. ركبنا بقى العربية مرة تانية، وفي نهاية رحلتنا واحنا داخلين كده على مسجد السيدة زينب وماشيين في شارع بورسعيد، بقول لكم تعالوا زوروا الأماكن دي، استمتعوا بجو وانبساط مش هيتكرر. السيدة بصراحة من الأحياء الممتعة بالفعل، حي مختلف، حي بينبض كده بالحياة، حي مليان بمجموعة كبيرة من التفاصيل. وأظن احنا شفنا عدد